لو سألتك ايه هو اكتر موقف حزين عشته في حياتك هتفتكره، بس ممكن يكون بقى مجرد ذكرى بالنسبة لك. تخيل بقى لو احساسك بالموقف ده ما بيقلش طول الوقت. هي دي مأساة اصحاب الذاكرة الذاتية الفائقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم من جديد ونتمنى ما نغيبش كتير ان شاء الله. هنحاول نحدد المواضيع بما ان المزيكا كلها حقوق ملكية فكرية ومش عارفين نشغل الشغل مع بعض، فجيت لكم بسلسلة فيديوهات اتمنى تعجبكم ان شاء الله. والنهاردة هنتكلم عن حاجة عبقرية بس ممكن تكون مأساوية في نفس الوقت: الذاكرة الذاتية الفائقة، أو زي ما بيسموها Highly Superior Autobiographical Memory. يعني تخيل إنك تكون فاكر كل يوم في حياتك بكل تفاصيله، كل تفصيلة، كل لحظة، زي ما تكون عايشها دلوقتي حالا. ده مش خيال علمي، دي حقيقة، وفي ناس فعلا عندهم الموهبة دي. هنحكي عنهم، هنحكي قصصهم وازاي دماغهم بقت السوبر باور بتاعتهم. يلا بينا. ايه هي الذاكرة الذاتية الفائقة؟ طيب خلينا اشرح لك الموضوع على السريع كده في الاول. الذاكرة الذاتية الفائقة يعني ان الشخص عنده القدرة انه يفتكر كل حاجة حصلت له في حياته بتفاصيل دقيقة جدا جدا. يعني لو سألته كنت بتعمل ايه مثلا يوم 15 مارس 2015 العصر، هيقول لك كنت قاعد على الكافيه لابس تيشيرت كده ازرق وضربت لي واحد شاورما والجو كان مطر خفيف بره، كده من غير ما يفكر حتى. الناس دي دماغهم زي أرشيف جوجل، كل حاجة متسجلة بالملي. مش بس كده، هما كمان بيفتكروا المشاعر اللي حسوها في اللحظة دي. يعني لو اليوم ده كان حزين بالنسبة له بيعيشوا بنفس مشاعر الحزن من تاني. العلماء اكتشفوا الحالة دي في أوائل الألفينيات، ومن ساعتها بيحاولوا يفهموا ازاي دماغ الناس دي شغالة لحد دلوقتي. في أقل من 100 حالة مؤكدة في العالم، يعني الموضوع ده نادر جدا جدا. طيب خلينا بقى ندخل في الجزء الشيق والحقيقي ونتعرف على ناس حقيقيين موجودين وسطنا عندهم القدرة دي، وهنتكلم عن قصتهم. أول واحدة عندنا جيل برايس، دي الأم الأولى للذاكرة الفائقة. ليه؟ لأنها أول حالة اتسجلت رسميا في سنة 2000. بعتت رسالة لعالم أعصاب اسمه جيمس ماجاو وقالت له: أنا مش بنسى أي حاجة، الحقني. جيل كانت فاكرة كل يوم في حياتها من وهي عندها 14 سنة. تخيل يا مؤمن، كانت تقدر تقول لك في أي يوم كان في حلقة معينة من مسلسل فريندز، وكانت بتاكل إيه وهي بتتفرج على الحلقة كمان. بس الموضوع ده ما كانش دايما ممتع. جيل كانت بتقول إن هي بتعاني لأنها مش بتقدر تنسى الوجع في الأيام الوحشة. يعني لو حد زعلها سنة 95 مثلا كانت بتفتكر الزعل ده لحد النهاردة كأنه لسه حاصل دلوقتي. يا ربي على المأساة. دماغها كانت زي فيلم شغال 24 ساعة من غير ما تقدر تدوس له ستوب. جيل ساعدت العلماء يفهموا الحالة دي، بس هي كانت شايفاها نقمة أكتر من كونها نعمة زي ما غيرها متخيل. تاني حالة عندنا ماريلو هينر، ممثلة أمريكية نجمة مسلسل تاكسي الشهير. هينر واحدة من الحالات النادرة، عكس جيل برايس شايفة ذاكرتها زي سوبر باور بالنسبة لها. لو سألتها أكلت إيه في يوم 20 أغسطس 1980 هتقول لك كلت سندوتش برجر مثلا، أو هتقول لك كنت بصور مشهد في المسلسل الفلاني، كنت لابسة فستان أحمر وكنت متوترة جدا علشان المخرج كان متعصب شوية. بتفتكر كل شيء بتفصيل التفاصيل. ماريلي بتقول إن ذاكرتها ساعدتها في شغلها كممثلة لأنها كانت بتفتكر كل حاجة وكل حركة وكل جملة من غير ما تحتاج حتى ورقة وقلم. كمان هي بتستخدم ذاكرتها دي علشان تساعد الناس، زي إنها بتفتكر تفاصيل عن معجبين قابلتهم من 30 سنة فاتوا، وده بيكون شيء مبهر بالنسبة لهم. ماريلو بتحب موهبتها جدا وبتشجع الناس ازاي ينشطوا ذاكرتهم حتى لو مش هيكونوا زيها، بس بتساعدهم ان هم ينشطوها. ماريلو متصالحة جدا مع حالتها وموهبتها ومتعايشة جدا معاها ومبسوطة بيها. تالت حالة عندنا براد ويليامز، شريط الفيديو البشري. براد ويليامز راجل أمريكي كان مذيع راديو. تخيل انك تسأله عن اي تاريخ في ال50 سنة اللي فاتوا هيقولك اللي حصل في اليوم ده بالظبط، من اخبار العالم لحد اللي كان بياكله، اي مشهد عدى قدامه ولو صدفة خلال اليوم. مرة في برنامج تلفزيون سألوه كنت فين يوم 12 يونيو 1997، قال لهم كنت في مطعم أكلت برجر بالجبنة وكنت بتكلم مع صاحبي عن فيلم تايتانيك اللي كان لسه نازل ساعتها. براد كان بيستخدم ذاكرته في شغله لأنه كان بيفتكر كل الأخبار والأحداث القديمة من غير ما يرجع لجوجل حتى. بس زي جيل برايس كان في أيام بيحس إن ذاكرته دي تهمة مش عارف يتخلص منها.
خصوصا لما بيفتكر لحظات محرجة أو حزينة. براد ساعد العلماء كتير جدا في إنهم يفهموا طبيعة الحالة دي، وكان دايما بيحكي قصته بشكل مضحك، هو نفسه كان متعجب من حالته. طيب، خلينا نسأل السؤال المهم: ازاي بيفتكروا كل حاجة بالتفاصيل كده، وهل نقدر نكون زيهم؟ الحقيقة العلماء لسه مش عارفين بالظبط لحد دلوقتي السبب، بس في فرضية ان الجزء اللي اسمه الاميجدالا في المخ، في اللي بيربط الذكريات بالمشاعر، هايبر اكتف شوية، شغال زيادة عن اللزوم يعني. كمان منطقة الهايبوكامبس اللي بتخزن الذكريات عندهم نشاطها اعلى من الطبيعي. بس هل نقدر نكون زيهم؟ للأسف الذاكرة الفائقة دي موهبة زيها زي لون عينيك وزي طولك وزي شعرك وزي لونك وملامحك، بس في حاجات نقدر نتحكم فيها ونقدر نقويها شوية زي ذاكرتنا. الذاكرة مثلا نقدر نتحكم فيها وننشطها ازاي؟ يعني مثلا في حاجات ممكن تعملها تنشط المخ شوية باستمرار: اقرا، العب شطرنج، حل الغاز. وتاني حاجة تتغذى كويس وتاكل سمك وسلمون علشان الاوميجا 3. تالت حاجة تنام كويس لان النوم بيخلي الدماغ ترتب الذكريات وهي نايمة. واخيرا جرب تمارين زي قصر الذاكرة او المايند بالاس بتاع شارلوك هولمز. يبقوا شوف المسلسل. دي تقنية كده بتساعدك انك تربط المعلومات بصور في ذاكرتك فتفتكر كل حاجة بسهولة. وفي النهاية الذاكرة الذاتية الفائقة دي دليل قاطع على إعجاز خلق ربنا عز وجل، وشيء يدعونا للتفكر. لو عجبتكم الحلقة قولولي في الكومنتات لو عندكم ذاكرة زي دي هتستخدموها ازاي وفي ايه. وما تنسوش اللايك والشير، الله يجازيكم خير. واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، ما نطولش عليكم. يلا، السلام عليكم.